الصبر حدود يا زمالك، عشان الصبر بتبقى نهايته جابر. الا محمد عواد مش عايزها جابر، عايزها دايما تفضل مقفله. هل في فرقه كبيره بتنافس على بطوله قاريه يجي فيها جون من كورنر؟ يا ريت يا عم الحاج حد المسها. هو احنا يا جماعه اما بنطلع في عز ما احنا كسبانين زي النهارده، في عز ما احنا صاعدين زي النهارده يا جماعه، انا مش بكلمك بقى في حاجه، لازم تبص على سلبياتك. السلبيات دي بتقول ايه يا عم الحاج؟ فرقه جالها ركنيه طول الشوط الاولاني، مره واحده واحد لف الكوره كانه بيلف الكوره الارضيه دخلت فينا جون. نبقى احنا فرقه يا جماعه على قدها. محمد عواد لو رميت عليه عربيه بطيخ هتيجي فيه جون، لو شطت عليه ترابيزه هتخش فيه جون. احنا بنعالج في سلبيات من 5 سنين، جونين اللي بيقفوا للزمالك ما يقدروش يشيلوا الزمالك. انت من حسن حظك هقولها لك انك لا بتلاعب فريق من شمال افريقيا بره ملعبك ولا الكلام ده. الملعب ملعبك يا عم، والجمهور جمهورك، والملعبين بتوعك. فيوتشر ايه اللي هيجي في تاريخك ذره 1% ان مغصنا بطننا الماتشين؟ مش معقول. انت النهارده لو بتلاعب مثلا نهضه بركان، بتلاعب اتحاد العاصمه هو خرج، بتلاعب اي فرقه كبيره، انت فرقه تقيله يا عم، انت اسم كبير في الكوره، بتلاعب فرقه زي دي في ملعبها هيطلعوك. بالكوارث اللي بتحصل دي محدش هيسمي علينا. فاحنا بنقول يا جماعه واحنا كسبانين نعالج سلبياتنا يا جماعه. الراجل بتاع نص الملعب وشه على طول مدي وشه للجون بتاع عواد، مدي ظهره للخصم، ما بيطلعش كرة لقدام. الناس بترجع تزعل. هو انت بتاخد بالحنكشه بتاعت اما تجيله الكرة بيباصيها وتطلع تقول لي الاحصائيات بتاعته اصل مباصي 80% صح؟ ما استفادش منهم. ما انا ما بستفادش. عيل زي محمد شحاته بالجون بتاع احمد حمدي بيضرب الدفاع في ثانيه بكوره يا عم، بيضربها في ثانيه. بتلاعب فرقه زي فوتشر مقفله الاطراف، لان انت خطورتك طول عمرها في الاطراف. طيب لعبت كرة من العمق لمصطفى شلبي راحت انفراد، لعبت مش عارفه ايه لزيزو راحت عملت لهم مشكله. حتى الجون اللي انت جبته جه من العمق. انا ليه ما اضربهمش بالعمق ده؟ انا ما بحبش المدير الفني اللي واقف بره عايش لي الدور ولابس لي البدله. احنا مش رايحين فرح يا عم يا سيدي، احنا مش رايحين فرح، اخلص. احنا جايبينك عشان ننجز الموقف. قفلوا الاطراف اقوم مخترقهم بالعمق زي ما مدربين كتير يا عم. كولر ذات نفسه بيعمل كده مع الاهلي ساعه ما بيلاقي الدنيا متقفله. ما هو اي مدير فني بيحط سيناريوهات دي ايه؟ بحط سيناريو واحد والبديل وبديل البديل وبديل بديل البديل. ايه هو؟ الناس قافله عليها العمق، افكر ان انا اخترقهم من الاطراف. الناس قافله عليها الاطراف، ابص ان انا اخترقهم من العمق. سبحان الله، كل كره نلعبها كده من العمق بتروح انفراد، بتجيلنا بتلاقيها جايه لنا. الا احنا مصممين نعنكش. حتى الراجل اللي بيعلق على الماتش قال لك هجوم الزمالك ما بياكلش عيش. الحنكشه اللي بتحصل قدام دي مش هتجيب لك بطوله يا عم. بص وانت كسبان على سلبياتك، عالج سلبياتك وانت كسبان. اما بتيجي تخسر مش هتلاقي الفرقه كلها سلبيات، فانت ذات نفسك هتبقى محتار تعالج دي ولا تقفل دي، ولا هتعالج ولا هتقفل من كتر الحيل. انما وانت كسبان بص بقى على سلبياتك. سلبياتي ايه؟ انا عندي الجون الراجل اللي واقف لو حدفنا عليه استاد القاهره هيجي فيه جون. يبقى انا طلباتي على طول لازم ادور على حارس مرمى يقول له يا ابني شوف لك شغلانه غير الكوره. مش عيب، هو مش عيب، اصل مش عواد هيلعب ويجي فينا جوان واحنا يجي لنا الضغط وجلطه. احنا مش هنسمي بقى على حد يا جماعه. احنا عيبنا ان احنا جمهور عاطفي بنتعاطف مع الناس. لا يا باشا، دوس افروا مع التخين. اليمه التانيه ناجحه عشان كده. في الاهلي هم ناجحين بيفروا. الشناوي قدامه 5-6 شهور ما لقوش رجع زي الاول. يلا يابا شوف لك حته في الخليج، روح اشتغل حتى في شط 101 في جمصه، شوف لك حل. الفرقه اللي عايزه بطولات او النادي اللي عايز بطولات ما بيعطلش. عشان كده دايما بتحس ان الاهلي ما بيعطلش. فاحنا بنطلع نقول يا جماعه ده هم محظوظين. طب ما هم محظوظين ليه؟ عشان هو داير صح. هو ملوش دعوه باللي شغال بره الملعب، ملوش دعوه الجماهير عايزه ايه، بيدبح. رخر جماهير الاهلي كمان بقت بتدبح في اي لعيب. هو طاهر ده النهارده قاعد على الدكه بيتكلم احمد عبد تعال العب، تعال اقعد 6 شهور في البيت. اما بيجيبوه اقعد على الدكه ما حدش بيتكلم. ليه؟ خايف.
في كرباج ممسوك، في ناس هتذبحوا، انما احنا يا جماعه ناس عاطفيين قوي. مصطفى شلبي يا جماعه، انتوا الناس بتقول على مصطفى شلبي يا جماعه لعيب كبير. هو اللعيب الكبير ده يعني انتوا بتقيسوه بايه؟ اللعيب الكبير انا النهارده هقيسه بايه؟ بالحنكشه اللي بيعملها لي ويرفعها لي بالشمال؟ يا عم الوينج ده المفروض بيضم لجوه، بيلعب بدماغه، بيشوط، بيطلع الباك الشمال، انما انا ما بشوفش الكلام ده. انا ما بشوفش الكلام ده. فرود، راجل فرود رجلين الاتنين لازم ينقطعوا، اللي اسمه سيف الجزيري. اهو نزلنا واحد زي سامسون، والله العظيم 3 سامسون بيستلم تحت ضغط احلى من سيف الجزيري، مباصياته كلها احسن من سيف الجزيري. يا عم بيتحرك من غير كوره. سيف الجزيري بالتليفون اللي عاملوه لي الدوجلاس ده جاب لنا شلل. احنا جالنا مرض النمل يا جماعه. يا عم احنا عايزين بطوله بقى، احنا عايزين نفوق. مش كل ما اللاعب الاهلي يكسبنا، مش كل ما نروح بطوله نطلع ونقول هنعوض في الجاي. احنا ما بنعوضش حاجه، احنا بنتكلم وخلاص. ما ينفعش جون يجي يدخل في الزمالك بالطريقه دي في ماتشات نوك اوت، المغلوب بره مش هتلحق تعوض. انت الدنيا بتخدمك، النهارده خدمتك، بكره بتقف معاه، بعد كده هتلاقي نفسك في النهائي ما بين حيره ما انتش عارف تعمل ايه. فيلا يا جماعه احنا طلعنا، ده اللي بيحصل كل سنه، ولا بنتعلم ولا بنشوف اخطائنا فين نعالجها. لا، مشي مدرب، هات واحد يعك ويعمل ملوخيه بالارانب تيجي على دماغنا ناكلها نلاقي فيها سم نموت كلنا عشان نرتاح بقى، عشان نرتاح. احنا ما كسبناش فيوتشر النهارده في استاد القاهره يا جماعه، احنا في كارثه. الناس هتطلع تقول لي احنا كسبانين. احنا كسبانين بس احنا بنبص لقدام. يا عم خالد بيومي انت وهو يا محللين الاداء، احنا كسبنا بس عايزين نبص لقدام. قدام ده فين؟ انا مش شايف لها قدام. انت النهارده لعبه فرديه زي لاعب زي احمد حمدي، الكره بتخدمه وبتجيله بيخلص بقى الدنيا. الكره سهله يا جماعه وبسيطه، احنا اللعيبه بتقعد تصعبها علينا عشان تحسسنا ان الموضوع مش صعب. يا ابني انت، احنا ما بنلعبش حد يا جماعه. البطوله ما فيهاش فرقه، ده في فريق اسمه دريمز الغاني ولا قناه دريم 2 دول صعدوا نص النهائي اللي هنلاعبهم، طلعوا اتحاد العاصمه. البطوله يا جماعه والله لو خدت 11 واحد من الشارع هنروح ناخدها ونيجي. انتوا مصعبين الدنيا ليه يا ابني؟ تبدا كل ماتش يدخل فيك جون. فيوتشر في الماتشين جاب فيك اجوان. فرقه لا لها جمهور ولا لها ملعب ولا لها حد، فرقه يتيمه، تبدا الماتش معاها بتجيب فيك جون. طب خليك النهارده بقى بتلاعب نهضه بركان، وحصلت سبحان الله السنه اللي خدنا فيها الكونفدراليه نهضه بركان كسبتنا هناك 1-0. جينا هنا في وسط 90,000 وحاوتنا برج العرب، عملنا ايه؟ جبنا جون بالضالين ضربه جزاء وكسبناهم ضربات جزاء. فالماتشات بتتحسم بتفاصيل صغيره. التفاصيل دي بتقول ايه؟ ان انت ما ينفعش فرقه تنزل تلعبك من البيت تبقى كسباك واحد. احنا بيدخل فينا جوان يا جماعه ما تجيش في دوري المدارس، ما بتجيش في دورات رمضان. فاحنا لازم نعالج. الراجل الباك اليمين شوفوا يا جماعه، شوفوا حل في الناس دي. الراجل ما طلعش عمل اوفرين 3. احنا عايزين بطولات مش عايزين ضحك على الدقون. احنا عايزين بطوله مش عايزين ضحك على الدقون. الراجل النهارده الباك اليمين يا ابني اطلع، بان انك ليك هجوم، بان انك بتلعب في الماتش، اعمل اي حاجه، بطل تمثيل وضحك علينا. احنا خلاص يا عم دروسنا وقعت من الكلام ده كله. لو الحلقه عجبتكم انزلوا اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب، استنوني في فيديوهات جايه كتير.